يعني ما بيقولش حاجه اكتر من اللي بيقولوها. عارف الاتجاه، عارف يا استاذ اسامه لما بيجوا يهاجمونا او يهاجموني انا، حتى خليني عليا، بيهاجمني بما لم اقوله، لانه مش لاقي في اللي انا بقوله حاجه اتهاجم عليها. يقول لك دول اللي بيقولوا كذا واحنا ما بنقولش. بيألف من عنده تأليفه ويقولها، زي مثلا حكايه السياحه اللي اتسالنا فيها 5000 مره دي. حاطط برنامج رائع لتعظيم دخل السياحة بالورقة والقلم وبالأرقام إلى 8 أضعاف عن أعلى نسبة وصلت له. لا ما أنا وتنمية ده مش في الموضوع ده مجرد مثل. ده أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا كان معايا هنا في البرنامج المتحدث الرسمي لحزب النور، وقال لك يا أخي يعني أنتوا عايزين سياحة العري والخمور. لا بس ما هو أنا ضد برضه العري والخمور. إحنا هنعمل السياحة التعليمية والسياحة العلاجية الحقيقة يعني على كل حال 400 مليار جنيه محطوطين في سياحة الشواطئ. لا بس لحظة ما هو أنا ممكن يكون رأيي غير رأي حضرتك غير رأي فلان، ما أنا بقول لك عن رأيي أنا. حضرتك رأيك؟ فلا ما هو صحيح مش هتكلم في الموضوع ده أنا الوقت اللي مدخله هو. أنا في كل مرة أنا بستنكر عليهم إنهم ما عندهمش غير الموضوع ده، بس بقول لحضرتك بيتركوا الجانب التنموي التقني المهني الحرفي الرائع، وما قدامهمش غير الحته دي. ليه؟ لانه عايز يصرف الناس عن ان في اتجاه تنميه اقتصاديه هائل يضاعف دخل البلد الى 8 اضعاف كامله من مجال السياحه بس، فما بالك ببقيه المجالات. انما ما فيش خصوصيه. الاتجاه الاسلامي اتجاه لا يريد من الإسلام إلا الحد اللي كلنا متفقين عليه، اللي بتوع حزب الوفد والتجمع متفقين عليه. يعني أنا مش عايز إسلام أكتر من أما تيجي على أي واحد في الشارع تقول له تعالى هو ده حرام ولا حلال، يقول لك حرام، خلاص مسألة مبسطة. فأنا لا، ما هو الحرام والحلال هم الخطأ والصواب، هم العيب وغير العيب، هم اللي بتقبلهم الأصول، هي اللي بتقبلها كل الأديان. بس يعني هي الفكرة كلها زي ما هستخدم بعد اذنك الكلمه بالانجليزي، هي كلمه بوزيشننج. ازاي بحطها فاخيف الناس او ارهب الناس، ارهبهم. ما هو اللي بيخيف الناس ده انا رائع الحقيقه. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هو الخلاصه فعلا. اللي بيخيف الناس ما شاء الله مش كلمات واحد زيي، الكلمات التي تزور وتزعم. هما بيخوفوا الناس، يعني خصمي بيألف كلمه يخوف بيها الناس، مش انا اللي قايلها، انما لما بتسمع انا يا سلام عظيم قوي. ليه؟ لان كلام مفيش حاجه تخوف. مش ممكن ابدا تضغط على حتى حد مثلا، يعني واحده مثلا متبرجه ولا وبتشتغل موظفه وكذا، هم عايزين يصوروا للناس ان الشوارع هتبقى مختلفه تخويفا على غير. ما انت حضرتك سميتها متبرجه؟ ده ربنا لو انا اللي مسميها. ده ربنا ده، وانا مش هو انا على فكره هو انا مش بالف حاجه. ده الناس اللي بيقول. ما هو اصله ده اسمه الحجاب وده اسمه التبرج، ده اللغه العربيه وده الشرع، هو اسمه كده. ده اسمه حسن وده اسمه حسين، مساله يعني ما فيهاش. فاللي انا عايز اقوله ان شاء الله احنا نريد ان نصل بالبلد الى انا كنت بقول الكلام ده بمناسبه الانتخابات، ان لو ان الامور هدأت كلنا اتجاه واحد فعلا، صدقني كلنا رأي واحد. اتجاه الإسلامي ملوش حاجة زيادة، مش هيعمل حاجة، بالعكس سعادة الناس وخيرهم ومعايشهم وحرياتهم وشعورهم بعدم الضغط وكل ده متوفر. فلذلك إن شاء الله نرجو ذلك. أنا ندائي الذي أوجهه الآن إلى المشير حسين طنطاوي وإلى الفريق سامي عنان، وهم اتنين بس وأنا عارف القضية معاهم هم، أنتما بيدكما الآن أنكم تهدوا البلد قبل الصباح. اعملوا معروف، استجيبوا لما قلناه، سواء من تحديد الانتخابات الرئاسية بقرار وليس بكلام في كلام في كلام علشان الناس تتأكد من تسليم السلطة. أرجوكم وافقوا على ألا تتحرك القوات التي بيدها سلاح إلا بلجان قضائية. أرجوكم حققوا مع من ارتكب هذه الأمور، وبعد ذلك كل المسائل تعتبر حواشي. إنما إياكم وإرسال فتنة الاستفتاء وفتنة المجلس الرئاسي وفتنة المحكمة الدستورية. مش إحنا نشكل حكومتنا كشعب مصر إن شاء الله في بعد أقل من 40 يوم أو 45 يوم، وأسأل الله عز وجل التيسير يا رب العالمين. أستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، يعني في دعائك الأخير يعني بضم صوتي لصوت حضرتك، ونرجو أن تهدأ الأمور وتنصلح الأمور وينصلح الحال، ينصلح حال البلاد والشعب والناس،
ونرجو ان حضرتك تكون فعلا زي ما وعدت ان تكون عاملا مساعدا على تهدئة الامور والمساعدة في ان يذهب كل من يذهب الى بيته وهو مجبور الخاطر. يا رب. يعني بس ما لم يحدث هذا لن انطق بكلمه في مجال، لا ما اقدرش اقول لواحد روح اتقتل تاني ابدا، عشان يبقى واضح. فانا اعمل للتهدئه ان شاء الله بشروطها، اذا تحققت اهلا وسهلا، ما تحققتش او هم والشعب بقى يتصرفوا سوا، والناس لن تهدأ ولن تعود، وانا لا ادعو احدا ان يعود من الميادين الا بهذه الشروط. بشكر حضرتك على هذا اللقاء، ونلتقي بحضرتك ان شاء الله على خير، والامور تكون افضل بكثير مما هي عليه في هذه اللحظه وفي هذه الليله. شكرا آمين لحضرتك. يا رب، اشكرك شكرا جزيلا. فاصل ونرجع لحضراتكم.